السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أبدأ فيديو جديد إن شاء الله معكم بالصلاة على رسول الله. صلوا على حبيبنا وشفيعنا يوم القيامة رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم الحمد لله نقولكم الله سبحانه وتعالى لن يترك عبدا لجأ إليه. تأكدوا وتيقنوا من هذا. وكي يزداد يقينكم بالله يجب علينا كلنا أن نثبت على هذا الطريق، طريق الاستغفار وسورة البقرة. والذي لم يعزم بعد، أنا ما نقولكم إذا رأيتم هذا الفيديو أو أي فيديو، مش فيديو لقناتي فقط، أي فيديو يتعلق بالاستغفار، فاعلموا يقينا أن الله سبحانه وتعالى أرسل لكم هذه الرسالة. لأن كانت بدايتي في الاستغفار أنا أني رأيت فيديو لعم محمد حجازي ورفضته في البداية، ما نكذبش عليكم. في البداية ما كنتش فاهمة وش كان يهدر، ثم بعدها ربي سبحانه نقلني من الصلاة على رسول الله إلى الاستغفار. وبدأت رحلة الاستغفار في شهر سبتمبر من هذا العام. والحمد لله مررت بمراحل كثيرة وشفت أشياء كثيرة وشفت فضائل الله، فضل الله علي. وعرفت أن الشيطان أن كل، والله العلي العظيم، كنا نقولكم من أولياء الشيطان، نقولها بدون يعني بلا من خاف بلا من متأكدة منها. أن الإنسان اللي يصلي وعنده غيبة ونميمة، نقول ونتحدث مع نفسي دائما. نقول لكم نتحدث مع نفسي اللي يصلي وعنده غيبة ونميمة، ولا عنده إباحيات، ولا عنده ربا، ولا عنده قذف المحصنات، ولا عنده عقوق الوالدين، ولا عنده أي كبيرة من الكبائر، ولا عنده ذنوب هكا صغيرة ولكن مصر عليها. نقول لكم إلزموا الاستغفار وربي سبحانه سينير بصيرتكم، يوريكم أن الشيطان يأمركم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضله. هذا قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة. مش يعني كلهم كلام الله. لو كان نتبعوا كتاب الله سبحانه وتعالى المنزل اللي نزلوا على المسلمين، أكيد كل حلولنا في كتاب الله. احنا ابتعدنا فالله سبحانه وتعالى يعني يضلك الله. تعاود تقرب وتشوف أنك راك على ضلالة، وأنك تكتشف أن كل الأشياء اللي كنا نقوم بهم هما من الشيطان ومن النفس الأمارة بالسوء. المهم اليوم ماهوش موضوع اليوم هذا، ولكن كمقدمة فقط تحدث عن الأمر. نقول لكم إذا ربي سبحانه وتعالى منحك أو أرسل لك فيديو الاستغفار لا تتجاهله، واعلم أنه يقين أن رسالة من الله سبحانه وتعالى، فعليك أن تلزم بالاستغفار. وبالعقل إن شاء الله كما نقولوا خطوة بخطوة بالتدريج. أنا نقول لكم اليوم نقول لكم يوم الفرج، ولا البارح نقدر نقول لكم البارح كنت نعاني، ما نكذبش عليكم، كنت نعاني من الوسوسة، من كثرة الوسوسة. أنا ما كنتش عارفة بأنه في رحلة الاستغفار، ماشي ما كنتش عارفة، ولكن ما كنتش عارفة أني نلحق لهذه المرحلة. صراحةً سمعت أنه كاين وسوسة في الاستغفار وكامل، ولكن أنا طال معايا الأمر. كاين اللي تجيه الوسوسة 3 أيام 4 أيام ثم خلاص، ولكن أنا طال معايا الأمر وحكمتني هذه الوسوسة. ونقول لكم في هذه رحلة الاستغفار ولكن هي إيجابية، أكيد إيجابية. شوفوا أي حاجة من عند الله سبحانه وتعالى فيها خير، ما تظنوش فيها أن ما يكونش عندك شك فيها، بالعكس راح يجي موراها سعادة وفرح. أنا البارح سبحان الله ضاقت بي الدنيا وبكيت ويعني احنا نحكي لكم هذه القصة تاعي. وأنا فرحانة الآن أني ربي سبحانه ما خلانيش. لو البارح شوفوا سبحان الله كنت نبكي وهكا يعني نخدم في أشغال بيتي مع ولادي ونحاول نخرج من ديك الحالة وما قدرتش، نبكي ونقول له يا ربي وراي رحمتك ارسل لي رسالة يا ربي من عندك، كيفاش نخرج من ذي الحالة، وشنو هذا أنني مستغفرة بالك ذنب راني واقعة فيه ومصرة عليه بدون أن أدري بلا ما ندري. المهم
دخلت في حالة البارح يعلم بها الله، فإذا بإنسانة نعرفها هي من جروب بلغوا عني ولو آية، من قنوات التابعة لقنوات عمي محمد حجازي. هي إنسانة أحسبها على خير، ونقول لكم والله الذي لا إله إلا هو ربي سبحانه. أنا رسلت لها رسالة على موضوع آخر، فهي حست شعرت في صوتي أن هنالك حست بصوتي غريب شغل لي ماهوش شغل حزن في صوتي. قالت لي خلينا من ذا الموضوع، الحزن اللي راه في صوتك وشنو هو، علاش راكي هكا. ومن بعد بديت نحكي لها، قلت لها بلي راني نحس روحي بضيق كبير، ان كاين وساوس، كاين هضره تجيني في عقلي، كاين اشياء راه يوهمني بها الوسواس. وحكيت لها الحالة تاعي، قالت لي أنتيا، قالت لي شوفي، قالت لي لكِ مستعدة للحرب ضد الشياطين، أنتِ راكِ الآن في مرحلة، راكِ في كيما نقولوا حكمك الوسواس القهري. وهذه المرحلة ماشي حكمني الوسواس القهري من الاستغفار، لازم تفهموا نو، هذه المرحلة تكون في الاستغفار وكأن الله يختبرك ربي سبحانه وتعالى، ويشوف يشوف قوة الإيمان تاعك، لا صح تثبت في هذا الطريق ولا لا. شوفوا، نقول لكم وسواس ومن بعد نقول لكم هذا الوسواس كان قوي عليا كثير. ما تخافوش كي نقول لكم الوسواس، ما الله ينصرنا وينصرنا على الشياطين إلا كنا مع الله، إن حفظت الله فيحفظك. أكيد أكيد ربي ما حش يتركنا. المهم، قلت لكم حكمني هذاك الوسواس، وحكيت لها وقالت لي عندك وسواس قهري ولازم توقفي على رجليك وتنوضي وتقاومي هذا الشيء، وكيد الشيطان ضعيف. قالت لي كيد الشيطان وما تخافي حتى الحاجة. أعطتني نصائح وعطتني وصفة للناس اللي راهي تعاني من الوسواس القهري. نقول لكم الحمد لله، هذا شوفي هي سبب وأنا سبب أني هدرت معاه، وكل هذو أسباب كلهم من فضل الله. ربي نجاني، اليوم راني نحس روحي إنسانة الحمد لله، عادت لي الثقة في نفسي، وعادت لي الثقة إنه هذا ما شكيتش، أنا ما شكيت، ولكن الشيطان راح يحاربك بكل قواه باه ما تثبتيش. لذلك نقول لكل مستغفرة ولا اللي مازال ما دخلش العالم الاستغفار راح تدخل في هذه الرحلة. نقول لكم الرحلة الأبدية، نقول الرحلة حتى نلقى الله سبحانه وتعالى وإحنا مستغفرين ضاحكين مستبشرين إن شاء الله بلقاء الله. قلت لكم كي تدخلي في هذا العالم توقعي انه راح تجيك هذه المرحله، تفوتي على هذه المرحله تاع الوسوسه، عليك ان تقاومي. وكل واحد الدرجه تاع قوه تاع الايمان تاعو. ربما انا ما على باليش، الله اعلم، ما نهضرش هضره ما على باليش بها لا علم بها، ولكن المهم نروح لكم عطاتني رقيه الحمد لله بفضل الله، ربي سبحانه بعث معها هذا الوصفة الربانية الحمد لله اللي فيها شفاء إن شاء الله. ونقول لكم نقول أي إنسان عنده وسواس قهري يلتزم بها. المهم، نقول لكم أول شيء هي قالت لي ديري 7 حبات، عفوا 7 ورقات، حكمي قرعامة عادي للرقية باه ترقيها. واش ديري 7 ورقات من السدر، تقراي سورة الفاتحة 7 مرات، المعوذتين 7 مرات، سورة الزلزلة مرة واحدة، سورة القارعة مرة واحدة، سورة الكافرون مرة واحدة. وبين مثلا بين السورة والسورة، مثلا قريتي الزلزلة، أقراي هذا الأدعية، مثلا أقراي هذا الدعاء: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. هي ما قالتليش شحال أقرايه كما تحبي، كما يحب، يعني على حسب القدرة تاع الإنسان. وقراي الدعاء الثاني: بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. ولكن نقطة مهمة، لازم الإنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى، مش على الوصفة بحد ذاتها، هي السبب. عطاه رسله لربي سبحانه وتعالى باه نخرج من ذيك الحالة، باه ندير ثقة في نفسي أكثر، باه ربي سبحانه شغل إعانة من الله، ماشي شغل إعانة، هي إعانة من الله باه نستمر في هذه الطريق. لأني ما نكذبش عليكم اشتدت عليا. ونقول لكم أي واحد يعاني من أمراض ولا من أمراض النفسية ولا الروحية يلزم الاستغفار وهذه الرقية راهي بإذن الله شافية إن شاء الله، تكون سبب الشفاء. ديري بها تحكمي
تحكمي كي ترقي هذا الماء تحكميه، تخليه ينقع هذاك السدر ومن بعد تصفيه في قرعة واحدة أخرى، ومن بعد كيما تحكمي الماء تحطي صبعك كيما نقولوا حنا صبعك الأيمن تمسحي وذنيك حاشاك، وصبعك الأيسر وتمسحي وذنيك الأذن الأخرى. هذه هي، ونفس الشيء ديريه ديريه مع أقراي هذو الصور كذلك وهذا الرقية أقرايها في زيت الزيتون، وديريها نفس الشيء ديريه في الأذن. كذلك قالت لي غسلي به شعرك، ماشي غسلي رشي به شعرك. وكي يكون الإنسان كي تكون المرأة يعني تصلي ماهيش في فترة الحيض ترش روحها كامل بعد الدوش ولا هكا ترش روحها ولا تدهن بهذا الماء وتسأل الله الشفاء، لأن الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى، مش بيد الوصفة ولا بيد أي إنسان، هو بيد الله. ربي يرسل لك من رحمته بينا يرسل لك يرسل لك يعني نقولوا العلاج، ولا يرسل لك ولا يسبب لك الأسباب المهم راكم فهمتوني. نقول لكم الحمد لله عادت لي البسمة من جديد، وعادت لي الفرحة، وتأكدت أني في الطريق المستقيم إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم الثبات. أي مستغفر راه يمر من المرحلة تاع الوسوسة نقول لك اثبت راك على الطريق، وإن شاء الله. واللي مريض نقول له راه مستغفر وراه زادت عليه الأعراض نقول لكم ثبتوا والله على الطريق، الشفاء بإذن الله. يأذن هو ربي سبحانه يأذن لك بالشفاء، أكيد يرسل لك حاجة اللي تكون السبب في شفائك، وهو الشافي. نقول لكم دائما تمعنوا في اسم الله، أنه الله هو الشافي، هو اللي يعطي الشفاء ولكل مريض. ما تقطعوش لياس، شوفوا رحمة ربي واسعة. نذكر نفسي أنا نحب نهضر هكا معكم بنقول لكم أن الله سبحانه وتعالى ما يخليش عبد ما يتقرب له. شوفوا احنا نتقربوا شبر ربي ويتقرب لنا ذراع، ثم هو يريد توبتنا، هو راه يحوس يستنى فينا احنا فقط. انا ظالمين نفوسنا صراحه، ظالمين، لاننا نبحث على السعاده في مكان اخر، وهي السعاده راهي في بين يدي الله. ما لن تجدي سعاده غير الى راه الانسان يتوهم انه يجد السعاده في المال ولا السعاده في البيت ولا السعاده في اي شيء، يتوهم. والله السعاده بين يدي الله وفي هذا الطريق. حتى ولو أنه تجيب ليس يجي الشيطان بمداخله وعنده بزاف مداخل يقولك لا وانت راكي خاصك ذيك، راكي خاصك فيلا، راكي خاصك طوموبيل، راكي خاصك كذا. وبصح لو كان تقعد مع نفسك وتبدا تعدد النعم تلقى روحك في نعم كثيرة 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 يعلم بها الله سبحانه وتعالى. المهم على ذاك الإنسان لازم يحمد الله، وأنا نهضر مع نفسي أن أحمد الله وأشكره على كل نعمة أنعم علي بها، والحاجة اللي ما زال ما لحقتهاش الحمد لله نقول أكيد فيها خير، ولا ربي سبحانه رب الخير لا يأتي إلا بخير. وما دمت ربي جابك للاستغفار أكيد هو فيه الاستغفار، فيه وعود كثيرة، فيه المال، فيه البنين، فيه الأرزاق، فيه الصحة، فيه الشفاء. ما كاين كيما الصحة، ما كاينش كيما الصحة. أنا نقول ما كاينش كيما الصحة، والله قادر ربي يعطيك المال بصح يديلك صحتك تولي ما تتبني حتى حاجة. لا نقول الحمد لله الله يعطيني صحتي. والله ان شاء الله اللي عنده اي حاجه نقول لكم اتمسكوا بالاستغفار. راكم تشوفوا هذا المفتاح اللي في الصوره، والله الذي لا اله الا هو مفتاح لكل الاقفال، هو مفتاح شوفوا اللي عنده مشكله اللي ما يقدرش يثبت على الصلاه يكثر من الاستغفار، وباذن الله يولي يتعرف على الله سبحانه وتعالى. اللي ما عندوش المال وراه يعاني من الفقر ولا عنده ديون يثبت على الاستغفار، اللي ما عندوش البنين يثبت على الاستغفار، اللي ما عندوش ما على باليش الشفاء مرض يثبت على الاستغفار، اللي راه عنده نقص في العلم مثلا طفله ولا انسان هكا، واحد تلميذ ولا راه يقرا طالب كيما نقولوا احنا ولا طالبه تقرا وعندها مشكل في الحفظ، ولا نقول لك اثبتي على الاستغفار، فيه التمكين، فيه القوه، فيه العزه، فيه حتى الانسان يولي عنده الحكمه هذه. شوفوا كل شيء مانيش حابه نستبق الاحداث، كل حاجه راح نهضر عليها ان شاء الله في فيديو، وان شاء الله قلت لكم باذن الله كاين قصص ان شاء الله راح نستوحيها وناخذها من قناه عمي محمد حجازي. شاركوا باللي كومونتير تاعكم. واللي عنده سؤال ولا يتفضل، ما كاين حتى مشكل. انا شوفوا كل ما علمني الله اياه بفضل الله وما سخره الله لي هذا خير،
وراح بارطاجيته معاكم، لا أبتغي به شيئًا سوى مرضاة الله سبحانه وتعالى وعملًا صالحًا إن شاء الله ربي يجازينا عليه. أنا ما نقول لكم ما نسحق حتى حاجة، اللي عنده سؤال فيما يخص الاستغفار يسأل، ما كان حتى مشكل، اللي عنده شك نقول لكم ما تشكوش في كلام الله، راحنا مسلمين ما تشكوش، هذا الاستغفار راه جا فيه، راه الله سبحانه وتعالى قاله لنا، ماشي جبناه من الكتب ولا، راه هذا وكثرة، وخصوصًا بهذه الطريقة استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، والله هذه الطريقة والله يشهد الله. أنا كنت نحكم السبحة ونستغفر عادي، استغفر الله، استغفر الله، بصح بالطريقة بالإسراع فيها والله فيها خير، والله فيها خير. الحمد لله أنا قُلت لكم عطاتني حتى قالت لي استغفري كل ما يجيك الوسواس استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، وما كان معذبهم وأنت فيهم، ما كان معذبهم يستغفرون، استغفر الله، 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 ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوة، قوة إلى قوة، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، بهذه الطريقة. وإن شاء الله نقول لكم لكل مريض والوسواس القهري اللي يجيب لك 1000 فكرة في دقيقة، نقول لكم الزموا هذه الرقية وإن شاء الله تكون شافية وافية، إن شاء الله تكون سبب للشفاء، وتوكلوا على الله لأن في قلبك الداخل قول هو الشافي. هذو كلها أسباب يسخرهم ربي، ونقول لكم أنا هذه راهي بداية إن شاء الله. بالنسبة لهذه الرقية غير البارح برك والله حسيت بانشراح في الصدر، والله حسيت غير درتها سبحان الله واحد الساعة موراها حسيت بانشراح في الصدر، ورجعت لي البسمة ال رجعت لي البسمة كيما يقول لك القلب، الأم تكون محتاجة دائمًا تكون قوية على جال وليداتها، وكيما يقول لك لازم وشو إلا ما قوّاناش الله سبحانه ومين ندّو القوة؟ هو القوي، هو يعطينا القوة، إلا ما كناش في طريقه من راح ندّو القوة؟ من تمدّي القوة باه تمدّي مثلًا تكوني إنسانة كيما نقولوا متوازنة في عقلك، في فكرك، حتى في نفسيتك، كيفاش تقدري تمدّي وأنتِ راكِ أصلًا ماكيش راكِ هشة من الداخل. لذلك نقول لكم يا أمهات ولا خواتاتي ولا خاوتي، نقول لكم الزموا الاستغفار، الزموا الاستغفار لزوم اللزوم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا الزموه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.